عبدالله اهلا بيك. كيف تفسر ما حدث امس امام مكتب الارشاد يا دكتور سعد؟ والله انا رايي يعني ناسف على اي حادث للعنف من اي طرف كان، وبنشعر ان ده نوع من استدراج الاخوان نحو مشاكل هي بتنقى عنها باستمرار منذ فتره طويله، منذ بدات فتره طويله جدا. كانت هناك احداث عنف بدات في 20 يناير شهداء الشارع المصري، وحاول الاخوان دائما الا ينزلوا حتى في الشارع ولا يتواجدوا فيه، والطرف الاخر ربما يكون هو المتفرد في موضوع العنف. ففي محاوله لهذا الاستدراج. دي واحد. الثانيه من غير المقبول على اي ان اي انسان ياتي ويعمل جرافيكي وشتائم امام منزل او امام مقر احد الاحزاب، ان يقال دول خرفان او الى مقر الخرفان على الارض، ومحاوله رسم جرافيكي كاتبين الى مقر الخرفان، كاتبين على الارض الى مقر الخرفان. نعم يا فندم، كاتبين على الارض الى مقر الخرفان. ايوه ده موجود ومصور وموجود على اليوتيوب. تمام، اتفضل يا فندم. وبالتالي احنا الحقيقه اننا نناشد الجميع ان يعلو مصر الى مستوى ثوره 25 يناير. كان الجميع في صف واحد، ولا يتنابزوا بالعنف ولا بالشتائم. شتائم من السهل ان كل الناس تستطيع ان تشتم الاخرين، ولكن يجب ان ينأى الجميع عن هذا، ويجب ان نتعامل بصوره ساميه وعاليه. اكيد. ولان اذا سمح اي فصيل ايا كان بسب الاخرين، فيسأل نفسه هل يقبل هو ان يسب؟ هل يقبل؟ لا طبعا لا يقبل، لا احد يقبل. اي حزب من الاحزاب المعارضه الان ايا كان اسمه، الكرامه او الدستور، أو ان يكتب على مقره شتائم له. احنا عايزين اذا كان هناك نوع من التظاهر السلمي والتعبير عن الراي، فالكل يسمح بذلك دون ان يكون هناك سباب. طيب اللي حضرتك بتقوله ده هو امر مرفوض الحقيقه، السباب والاهانه، وده الفعل حضرتك بتدينه، وانا الحقيقه بدين معاك اي اهانه لاي طرف اخر حتى لو انا مختلف معاه، او سباب او شتيمه، ده الفعل.